السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جديد أخبار المنتخب الوطني الجزائري، وحسب آخر الأخبار فإن النخب الوطني بيتكوفيتش في طريقه لإعادة النظر في تشكيلة المنتخب قبل الدخول في تربص شهر مارس القادم استعدادا للمواجهتين الرسميتين المؤهلتان لنهائيات كأس العالم ضد كل من منتخبي بوتسوانا والموزمبيق. حيث أكد موقع العربي الجديد بأن هناك معلومات من داخل الجهاز الفني للمنتخب الجزائري تؤكد بأن الكوتش بيتكوفيتش أصبح غير مقتنع بمستوى اللاعب سعيد بالرحمة الذي تراجع مستواه بشكل كبير، مما أدى ذلك لعدم مشاركته في التشكيلة الأساسية مع النادي أولمبيك ليون خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة في نفس الوقت بأن الكوتش بيتكوفيتش وجه راداره نحو بعض الأسماء التي باتت تتألق مع أنديتها في الآونة الأخيرة على غرار اللاعب فريد الملالي، يوسف بلايلي، وكذلك اللاعب عادل بولبينا مهاجم نادي بارادو، هذا الأخير الذي تألق بشكل لافت للانتباه في البطولة المحلية حينما شارك في 13 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 11 هدف. كما أكد ذات الموقع بأن اللاعب يوسف بلايلي دخل هو الآخر كما قلنا دائرة اهتمامات النخب الوطني بيتكوفيتش الذي يتابع باهتمام تألق اللاعب بلايلي في صفوف الترجي التونسي، مع العلم بأن البلايلي شارك خلال الموسم الحالي في 16 مباراة في مختلف المنافسات تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف وصناعة 10 أهداف أخرى، وهي أرقام أكثر من رائعة جعلت من النخب الوطني يراجع حساباته بخصوص هذا اللاعب، وقد يكون جديد المنتخب بداية من طرب شهر مارس القادم. سلام.